بعد ما تسمع الفيديو ده عايزك تقولي لو قابلت الشخصية دي في حياتك هتتعامل معاها ازاي؟ ايام الجامعة كان ليا صديق جدع جدا، هو يعتبر الجدع بتاع الشلة. هو مش جدع بشهادتي انا، بشهادة الشلة كلها بتاعت الجامعة. والصديق ده اي مشكلة تلاقيه هو معانا فيها. واحد عربيته عطلانة على الطريق يكون اول واحد يروح له عشان ينقذه. خناقه في الجامعه تلاقيه اول واحد واقف وبيدافع عن كل اللي في الشله. وحط على كده بقى مشاكل في المذاكره، مش فاهمين الماده الفلانيه، حاول يجيب لنا الملازم. ببساطه اي مشكله تلاقيه هو في المقدمه. يعني من المواقف اللي انا افتكرها له ان كان لينا واحد زميلنا مره بالليل قوي، يعني تقريبا الساعه 1 بالليل او 2 بالليل، عربيته عطلت في الطريق. طبعا كان هو معروف في وسط الشله ان هو الجدع بتاع الشله، ما فيش كلام فيها دي. راح متصل بيه زميلنا ده وقال له ان هو العربيه بتاعته عطلانه. راح على طول وبدون تفكير راح له على المكان اللي عطلان فيه وظبط معاه العربيه وما سابوش الا لما رجع بيته. ومواقف تانية كتير كان بيقف معانا فيها. بس الزميل ده او الصديق العزيز ده كان فيه مشكله جامده جدا، الا وهي ان هو بيحب انه يكون القائد، يعني يتجدعن معاك ويعمل لك خدمات ويطلعك من اي دقيقه، بس لازم يبقى هو القائد، هو اللي في المقدمه، ولازم كل الناس تسمع كلامه، المجموعه كلها بكل اللي فيها. اي كلمه يقولها لازم هي اللي تتسمع. وهو كان دايما مقتنع ان رايه هو الصح. هو احيانا كان رايه بيبقى صح بس مش في كل الحالات، في حالات كان ساعات يديك اراء غلط، بس دي كانت عاده سيئه جدا فيه ان هو عايز يبقى القائد. يعني في مره نظمنا رحله كده هنتجمع كلنا ونطلعها مع بعض، هو اللي راح حجز المكان وهو اللي لم الفلوس وهو اللي جاب الاتوبيس اللي هيودينا، كل حاجه من غير ما حد يطلب منه. يعني هو كان على طول بيتطوع يعمل الكلام ده من غير ما حد يطلب منه. بس اثناء الرحله لا يمكن حد يعمل حاجه من غير ما هو يكون موافق عليها، مع انه كان من سننا بالظبط او يمكن كان اكبر مننا بشهور. يعني كان معانا في نفس الجامعه لكن هو كان اكبر مننا بشهور. فاول ما وصلنا المكان راح داخل على الريسبشن على طول وراح حاجز لنا وظبط اماكن الاوض وكل حاجه. يا ابني طب انا مش عايز اقعد هنا، انا عايز اقعد في الاوضه دي. مفيش، لازم تمشي على نظامه. وكان يتعصب ويتعفرط جدا لو حاولت تخترق الموضوع ده، ان انت مثلا ما تسمعش كلامه او ما تعتبروش ان هو القائد. وياما زعل من ناس كتير جدا، وياما ناس كتير سابته وما بقتش تصاحبه يعني بسبب الموضوع ده، وفي ناس مكمله معاه، وهتفهم ليه بقى الناس دي مكمله معاه. بس اهم حاجه في الموضوع ان هو كان بيحارب عشان يوصل للمكانه دي، ان هو لازم يبقى هو القائد في كل حاجه، اي حاجه هو القائد. لان لما كان حد عنده او يحاول يخترق الجزئيه دي كان بيتحول لشخص تاني على طول، عصبي جدا ونفسيته بتتعب وازاي انت ما تسمعش كلامه، وممكن الرحله تبوظ كلها بسبب ان انت ضايقته، ان انت مش حاطه يعني في مكان القائد. فهي كانت صعبه شويه لبعض الناس ان هو يتعامل مع شخص زي ده ويكمل تعامل معاه او يستمر علاقه الصداقه بيه، لان انت طول ما انت بتتعامل معاه كل حاجه عكس بعضيها، مواقف جدعنه وفي نفس الوقت مواقف فيها تحكمات. وانا اعتقد ان الشخص ده في مكان عمله بيبقى صعب جدا التعامل معاه. يعني ده لو مدير في شركه مثلا هيبقى الموظفين اللي تحتيه بيعانوا اشد المعاناه، لان طريقه التعامل معاه ان هو بيتمريس. يعني لان احنا طبعا في وضع الزماله هو مش هيقدر ان هو يعني يفرض رايه على الناس كلها، مش كل الناس هتقبل كده، لكن في مكان العمل هيبقوا مضطرين ان هم يتعاملوا معاه ويقبلوه زي ما هو كده. من المواقف اللي انا حضرتها له ان مثلا لما كنا نروح مطعم ونطلب اكل كان لازم يفرض علينا الاكل اللي احنا هنجيبه، ولو طلبت مثلا يعني حاجه غير اللي هو طالبها او حاجه غير اللي هو مرشحها لك يتضايق جدا ويقعد يقنعك ان اللي انت جبته ده مش حلو وان التاني اوفر واحسن واكبر. يعني كان بيتدخل بهدوء بس كنت تحس ان هو ايه، يعني في كده حته فرض سيطره في وسط الكلام، لازم انت تجيب الحاجه اللي هو عايزها او لازم تمشي على النهج بتاعه. ومن المواقف الفظيعه اللي قابلتها مع الشخص ده ان كان في واحد صاحبنا يعني هيتجوز، فما كانش عارف يعمل فرحه فين، فاستعان باخينا ده. فطبعا اخينا ده رحب جدا، كل اذان صاغيه، ده انا هوصلك حتى لحد بيت الدخله. يعني ايه بيت الدخله دي؟ يعني قال له انا معاك من الاول للاخر، وفعلا في ثواني جري راح شاف له القاعات المختاره وما بيسالوش، هو بيقول له القاعات دي موجوده وانا خدت لك دي خلاص. يكلمه في التليفون يقول له القاعه اللي اخترناها فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، خلاص مالكش حق انك تتكلم. فطبعا الولد اللي هو العريس ده اتضايق، يعني المفروض انا اختار حاجه زي كده، يعني تاخد رايي فيها، يعني دي ليله العمر، المفروض انا القاعه دي انا اللي اختارها، او يعني اللي انت اخترته لازم انا اقول اه ولا لا. لكن هو ما كانش بيسمع خالص بكده. فحصلت بينهم طبعا مشاده كلاميه جامده جدا قبل الفرح، ومع ذلك الشخص ده عرف ان هو يصر انه ياخد القاعه اللي هو اختارها، والعريس ما قدرش يتكلم. وطبعا لما جه ميعاد الفرح العريس اكتشف ان في حاجات كتير جدا هو كان عايز يعملها والشخص ده ما عملهاش بسبب العند وتركيب الدماغ. قعد يقنعه ان اللي هو عمله ده هو احسن حاجه ومفيش بعد كده،
طبعا بعد الفرح الاتنين دول يعني قطعوا مع بعض خالص، يعني ما بقاش يكلموا ولا يبقى في اي اتصال بينهم. يعني هو المشكله ان هو بيحب يخدم، يعني هو شخص خدوم جدا، بس هو ايه، عامل كده زي الشخص اللي يقول لك ايه، تعالى كده اركن، ايوه ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا، ايه ده انت خبطت يا ابني، قلت لك ما ترجعش ورا. هو عامل كده بالظبط، هو طيب جدا وخدوم ومتعاون لابعد الحدود، لكن حته ان هو عايز يبقى القائد دي كانت بتعمل مشكله مع ناس كتير جدا، واولهم انا طبعا. يعني لان انا من النوع اللي ما بحبش حد يعني يتامر عليا، فهو كان ساعات يحاول يفرض السيطره دي عليا من تحت لتحت كده، بس انا ما كنتش بستحمل، وكنت على طول لازم عنده، ودايما كنا بنزعل مع بعض، بس كان الزعل بتاعنا ما بيدومش، يعني يومين ثلاثه كده ونرجع نتكلم تاني، لان هو كان عزيز عليا قوي يعني. بس هو الشخصيه دي زعلت ناس كتير قوي، ومفيش حد يعرفه ويكتشف الخصله دي الا ويبعد عنه على طول، ولا يمكن يتعامل معاه باي شكل من الاشكال. يعني من المواقف اللي انا وقعت فيها، وانا كنت بلجأ له في اي حاجه، وكنت بستحمل طريقه السيطره بتاعته دي لان كان عندي مضاد ليها، وهقول لكم كنت بعمل ايه معاه. يعني مثلا العربيه بتاعتي مره عطلت على الدائري، فاتصلت بيه، تعالى يا عم الحقني العربيه وبتاع، في ثواني كان عندي. طبعا العربيه عطلت بسبب ايه؟ بسبب ان البطاريه يعني ما كانتش مشحونه، فلو طفيت العربيه وجيت ادورها تاني ما تدورش، ولازم بقى اجيب حد يعمل لي وصله بطاريه وكده. انا ما كنتش قادر ان انا اغير البطاريه لان ما كانش معايا فلوس ساعتها. هو بقى اصر في اليوم ده ان انا لازم اغير البطاريه، وانا مش عايز اقول له ان انا مش معايا فلوس، يعني مش عايز اغيرها دلوقتي يا اخي، ماليش نفس اغيرها. يقول لي لازم تغيرها، حاول يفرض رايه عليا باي طريقه ان انا لازم اغير البطاريه دلوقتي. هو زي ما بقول لكم كده، هو جدع ومتعاون، يعني هدفه خير في الاخر، مش قاصد حاجه، بس هي بتطلع منه بقى كده بشكل ايه، ان هو ايه، يعني اللي هي الكلمه اللي انا عمال اعيدها كل شويه دي، بيتمارس، هو القائد، هو الكبير. طيب انا كنت بصده ازاي بقى لما كان يعمل معايا الطريقه دي؟ كنت بصده باني اوضح له ان مش انا الشخص اللي ينفع معاه الطريقه دي. يعني اذا في اي موقف بيني وبينه وهو حاول يفرض رايه، بفهمه ان انت مش هتقدر تفرض رايك، لان انت لو فرضت رايك ببساطه انا مش هنفذه. دي الطريقه اللي انا كنت ايه، باخدها معاه في كل التعاملات. اي حاجه يحاول يسيطر عليا فيها لازم افهمه، اقول له لا يا حبيبي مش هينفع، انا مش متقبل. وطبعا الموضوع ده كان بيخليه يتشل ويخبط في السقف فوق، بس انا يعني ايه، كنت بحس برضو ان انا لما بسمع كلامه بحس ان في ضغط على اعصابي، يعني انا حاجه مش عايز اعملها ليه تخليني اعملها غصب عني عشان ارضيك؟ فكنت بحس ان في ضغط على اعصابي، فبالتالي لا، لازم يبقى في مضاد للكلام ده. وهو على فكره يعني شخص مش عايز يبقى ظاهر او يبقى النجم مثلا، يعني لو في عزومه ولا في حفله ولا حاجه، هو ما بيسعاش ان هو يبقى نجم الحفله بقى، ولا الناس كلها تتكلم عليه، او الناس كلها تروح تتكلم معاه بقى وتسلم عليه وما اعرفش ايه. لا، هو عايز يبقى هو قاعد كده الناس كلها بتلجأ له، بيسالوه على اي حاجه، لو في مشكله هو يحلها. يعني في مره كنا في فرح واحد صاحبنا وهو معانا، وفجاه الكهرباء قطعت في الفرح. هو كان بيفهم شويه في شغل الكهرباء ده، راح جاري مع الكهربائيه اللي بيصلحوا وقعد يحاول يصلح معاهم، وتدخل في شغلهم طبعا واتخانقوا معاه، وكانت شغلانه يعني. فهو الراجل قلبه طيب، ويعني بيسعى للخير، كل اللي هو بيعمله ده بدافع الخير، يعني الهدف النهائي هو ان هو بيقدم لك خدمه فيها خير. فاهم حاجه ان هو يبقى الشخص اللي بيقوم بكل المشاكل، هو الشيال المشاكل زي ما بيقولوا. المشكله بقى ان الشخصيه دي لو كانت على واحده ست هتتعب قوي في حياتها. ليه؟ لان الشخصيه دي بتبقى عايزه تسيطر على كل اللي حواليها، سواء راجل او ست. فهي لو ست مش هتعرف تسيطر على كل اللي حواليها، لان ببساطه في ناس ما بتحبش الموضوع ده، او ما بتقبلش ان حد يسيطر عليها. غير في الشغل بس، انت بتضطر مديرك يسيطر عليك لان هو للاسف روحك في ايده، يعني ده المعتقد اللي بيبقى عند الناس كلها يعني. فانت ما بتقدرش تعمل معاه حاجه، لو هو بيسيطر عليك بتضطر ان انت تنصاع لكل السيطره اللي هو بيعملها معاك، وبتبقى مش قادر تعمل حاجه. طيب مين بقى الشخص اللي ممكن يرتاح مع الشخصيه دي؟ وطبعا اكتبوا لي ارائكم في الكومنتات لو قابلتوا شخصيه كده في حياتكم. يعني الشخص اللي بيرتاح معاه هو الشخص اللي منفض، اللي مكبر دماغه، اللي هو عادي. احنا مسافرين مثلا، يا عم روح انت احجز لنا الطيران واحجز لنا الاتوبيسات واحجز لنا الفندق، خد يا عم شيل الليل، احجز في اي حته انت عايز تحجزها، المهم تخلصني وما تنزلنيش انا المشوار ده. يعني ببساطه الشخص اللي اللي شاري دماغه. يعني ببساطه اكتر شخصيه بتتماشى مع هذه الشخصيه هي الشخصيه اللي مكبره دماغها، هيرتاح معاه قوي. ومع ذلك برضه بيشكل عليه ضغط، بس هو درجه تكبير الدماغ عنده اعلى من درجه الضغط اللي بيحصل له من التعامل مع الشخص ده. بس المشكله، ومن واقع يعني خبرتي في التعامل مع الناس اللي زي كده، لان شفت زيهم كتير قوي على مدار حياتي، بيبقى صعب جدا انك تدخله حياتك وبعدين تعدل فيها بعد كده. يعني هو لو دخل حياتك وبقى هو المسؤول عن حاجات معينه، مش هتعرف تعدل فيها، وهيبقى صعب جدا انك تخلع منه بعد كده، لانك هتعمل زعلة جامده قوي 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 بينك وبينه، وممكن تخسره يعني كمان. وعايز اقول لكم مثال للشخصيه دي هو موجود وكلنا عارفينه، اللي هو الفنان احمد السقا.
كل الناس اللي كانت بتطلع في البرامج كانوا بيتكلموا عنه ان هو بيحب يبقى مسيطر، لما يكون في تصوير ولا حاجه محدش يقدر يقول له تلت التلاته كام، هو اللي بيسيطر على المكان. ومع الجانب التاني احمد السقا شخص جدع جدا متعاون لابعد الحدود. انا ما اعرفوش شخصيا، بس نتيجه الكلام اللي بسمعه في البرامج عن كل الزملاء اللي اشتغلوا معاه واضح جدا ان هو نفس الشخصيه اللي انا بكلمكم عليها دي. شخص جدع جدا متعاون خدوم لابعد الحدود، لا يمكن يسيبك في ازمه او في ورطه، بس هو طريقه ادارته في الموضوع ده صعبه شويه. يعني ايه؟ ان هو لازم رايه هو اللي يمشي. وتحيه كبيره طبعا للفنان احمد السقا اللي هو يعتبر اكبر مني بسنوات بسيطه، ولكن هو يعتبر من نفس الجيل بتاعي وانا بحبه جدا. يعني الشخصيه اللي هي بتبقى من النوع ده بتحب كل حاجه ماشيه زي المسطره بتاعتها، مش المسطره بتاعت الناس، يعني كل حاجه ماشيه على مزاجه، ولو حاجه خرجت من مزاجه ممكن يتضايق ومزاجه يتعكر. وانا قابلت ناس كتير جدا جدا بالشخصيه دي على مدار حياتي، بتبقى من اصعب الشخصيات اللي انت ممكن تتعامل معاها، لان طبعا زي ما قلنا انت في مجتمع العمل ما عندكش مهرب منه، يا تسمع كلامه وتنفذ كل اللي هو عايزه، يا اما تمسك في زمارة رقبته. اشوفكم بكره ان شاء الله.